السلام عليكم تالتة اعدادي، ازيكم؟ الجزء التاني ان شاء الله عندنا من حل على الفوكابري، الكلمات والجرامر. اسئله مهمه جدا جدا ان شاء الله يجيلكم منها في الامتحان باذن الرحمن، او حتى نفس الافكار باذن الله. يلا. The last time June was in Peru was 2006. يبقى الإجابة تبقى إيه؟ ركز في الحتة دي عشان المعنى هو اللي هيحل لك السؤال. هو بيقول لك آخر مرة The last time June was in Peru، آخر مرة كان في البلد في بيرو was 2006. ده معناه إن هو إيه؟ إن هو ما راحش خالص بيرو إيه؟ من سنة إيه؟ 2006. فهمت قصدي أنا بتكلم في إيه؟ ركز في الجزئية دي لأن بتلخبط كتير جدا من الطلبة. تاني أهو The last time آخر مرة June was in Peru، آخر مرة كان في بيرو إمتى يا مستر؟ من 2006. معناه إن هو ما راحش أصلا بيرو من 2006. يبقى أكتب كده جون ماله يا سيدي؟ hasn't been present perfect hasn't been إيه؟ in Peru. أهو هو ما كانش فين في بيرو امتى؟ since 2006 اهي. يبقى جون ما راحش خالص بيرو من امتى؟ من 2006. تاني اهو ركز في الجزئيه دي احسن جزئيه مهمه. هو بيقول لك اخر مره جون كان في بيرو من 2006. ده معناه ان جون ما راحش خالص بيرو من كام؟ من 2006. هي نفس المعنى بس انا غيرتها. ليه يا مستر غيرتها؟ لان سينس دي بتيجي مع البريزنت بيرفكت المضارع التام اللي هو هاف او هاز والبي بي. فهمت انا بتكلم في ايه؟ فركز لان سؤال مهم جدا. طيب اللي بعديها نمبر 2 بسم الله. ماريا started taking piano lessons. ماريا بدأت تاخد دروس البيانو lessons a year ago، من سنة فاتت. ده معناه ايه يا مستر؟ معناه ان هي ابتدت تاخد دروس البيانو دي من سنة وما زالت. وانا بقول لك هي ابتدت في شيء، هل هي خلصته؟ لا، هو بيقول لك ابتدت تاخد الدروس البيانو دي من سنة وشكرا على كده. يبقى قوم قايل ايه؟ ده اسمه مضارع تام مستمر present perfect continuous. هقوم كاتب كده ماريا مالها يا سيدي؟ has been ايه يا مستر؟ taken اهي piano lessons اهو piano lessons a year ago. فاقوم كاتبها ايه؟ for a year منذ سنة اهي. ماريا has been taking piano lessons for a year، بقالها سنة تاخد دروس الايه؟ اللي هي الموسيقى او البيانو، وما زالت لحد الان في استمرارية في الشيء. يبقى نفس المعنى ولكن غيرت الجرامر. هنا الجرامر بيقول لي ان ماريا بدأت تاخد الدروس دي past simple، هنا انا قلت ايه؟ present perfect continuous. ماريا ابتدت تاخد الدروس دي من سنة وما زالت. خلاص كده حبايب قلبي تمام. طيب اللي بعديها نمبر 3 عشان تبقى واضحه لكم. بسم الله. ناو دلوقتي finish your essay، خلص الايه؟ الايساي دوت. خلاص كده تمام. المقال ايساي يعني ايه؟ مقال. and describe in يعني ايه describe in؟ لخص جمع in a few words. لخص لي الموضوع ده. ايساي يعني موضوع، مقال هتاخدوهم تبقوا في ثانوي ان شاء الله. words the main idea الفكرة الرئيسية that have been written اللي اتكتبت. يبقى تاني اهو now finish your essay، خلص الموضوع بتاعك واعمل ايه؟ جمعه لخصه. عارف كلمة summarize كده؟ لخص in a few words في بعض الكلمات. the main idea الفكرة الرئيسية، لخص لي الموضوع ده. يبقى up محتاجة ايه؟ اسمها sum up يعني ايه sum up؟ لخص. معلش انا اسف اهي لخص جمع. خلاص كده تمام. طب اكتبها ازاي يا مستر؟ هي هكتب now هي finish your essay اهو. طب وبعد كده اعمل ايه؟ and هشيل دي كلها واكتب ايه؟ sum up. خلي دي كده على جنب عشان ما تلخبطش، واكمل الباقي in a few words اهو، واكمل الباقي عادي. يبقى شلت كلمة قصادها كلمة. فهمت قصدي انا بتكلم في ايه؟ بس
طب مستر ينفع اشيل in a few words؟ عادي، لخصه في بعض الكلمات اهي. sum up الايه يا مستر؟ لخص لي الحاجات دي اهو في main idea، فكرة رئيسية. يبقى تاني اهو now finish your essay and sum up، ولخص الايه؟ الاسي اهو the main idea that have been written. خلاص كده حبايب قلبي تمام؟ ركزوا الله يكرمكم. اكتبها لك تاني اهو now finish your essay and sum up ايه؟ the main idea اهو the main idea، واكمل الباقي that، واكمل الباقي خالص لحد الفلوستوب، يعني دي مع السلامة. يبقى sum up بتساوي ايه؟ describe in، لخص شيء، لخصه بايه؟ في بعض الكلمات هتشطب عليها برضو. تعالى نمبر 4 بسم الله. I usually go to Cornwall، ده مكان، ده البليس، during the summer، أثناء الإيه؟ الصيف. طيب بيقول لك اسأل إيه يا مستر؟ بوير، وير بيسأل عن الإيه؟ البليس. إيه البليس اللي هنا؟ اللي هو Cornwall، ده البليس مكان. يبقى أكتب وير بعد ال WH helping verb. طب أنت عندك جوزي infinitive، يبقى where do إيه؟ you usually اهو go during اثناء ايه؟ the summer، الصيف اهو بس. where do you usually go during the summer، اثناء الصيف. خلاص كده حبايب قلبي تمام. طب اللي بعديها يا مستر نمبر 5 the teacher، المدرس entered the classroom، المدرس دخل الفصل. then ثم بعد كده the students stopped talking، الطلاب توقفوا عن الكلام. as soon as اوعى تنسى ان هي بتساوي كلمة after يعني بعد، ودايما بعد افتر بيجي الفيرست اكشن، الفعل اللي حصل الاول. وايه الفعل اللي حصل الاول؟ ان المدرس دخل الفصل. وايه الفعل اللي حصل التاني؟ ان الاولاد توقفوا عن الكلام. ما هو بيقول لك the teacher entered the classroom، المدرس دخل الايه؟ الفصل. then ثم بعد كده اللي هو الاكشن التاني الطلاب توقفوا عن الكلام. يبقى هبدأ بايه؟ الطلاب اهو المدرس عمل ايه؟ دخل الفصل، ثم الطلاب توقفوا عن الكلام. خلي بالك من نقطة كتير جدا من الطلاب بيتلخبطوا فيها، ألا وهي إيه يا صديقي؟ إن هو عامل لك الإيه في as soon as small letter، معنى ذلك إن أنا هكتبها في النص. خلاص كده تمام؟ إحنا قلنا بعد أفتر بيجي الإيه؟ الفيرست أكشن، يعني هنا الفيرست أكشن، وهنا هبدأ بالسكند أكشن اللي هو إيه؟ the students. يعني إيه students يا مستر؟ الطلاب أهو the students. مالهم الطلاب يا مستر؟ stopped talking، توقفوا عن الكلام. امتى يا مستر؟ as soon as، بعد لما ايه؟ ده الفيرست اكشن. الغلطة في ايه بقى؟ الطلاب بينسوا يحطوا had مع الفيرست اكشن. يعني بص كده as soon as، ركز معايا، the teacher يعني ايه؟ المدرس. بص الحتة دي had ايه؟ entered، وكمل عادي ده classroom. بس الطلاب بيعملوا ايه بقى؟ ينسى يكتب had مع entered، ينسى يكتب had مع الفيرست اكشن، فبالتالي تتحسب غلط. فهمت انا بتكلم في ايه؟ بيحسبها غلط. فركز في الجزئيه دي لان جزئيه مهمه جدا جدا جدا. خلاص كده تمام. بس ده كده 5 أسئلة. الجزء التاني استنوني إن شاء الله، هنزل لكم برضو فيديوهات تانية بإذن الرحمن لحد ليلة الامتحان. يلا سلام عليكم.